كوتش وهبي يا كوتش. شكون هو وهبي هذا؟ وهبي المدرب ديالنا ربح الماتش الاول ديال مع المنتخب. تخلعتيني يا صاحبي، كيسحب ليا. تفضل 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 تفضل. جيتي عاوتاني، مالك اشنو عندك؟ لا كوتش، هاد المره الحمد لله اخبار زوينه، اخبار زوينه. ايوا مزيان الحمد لله، داك الشيء اللي بغينا انا. ربحنا اول ماتش مع المنتخب. اييه الثقه، ولكن انا بغيت نسولك يا كوتش. وي. كي جاك المنتخب من بعد وهبي ما جا؟ والحمد لله، حتى انا بان لي هاد جوج مقابلات، لا المقابله الاولى ولا المقابله الثانيه مزيان، بان لي مزيان تاكتيكمون. هذاك الشيء اللي قال لنا في الندوه الصحفيه الاولى، هذاك الشيء اللي قالوا راه دار به. الحمد لله، كنتمناو ليه الخير ونتمناو للمنتخب الوطني ديالنا الخير، وان شاء الله نتمو غادي في حله زوينه للكوب دي موند ان شاء الله. قول لي يا كوتش، لاحظنا في الماتشات واللي لاحظت في الماتشات ديال المنتخب هو انه ما كنبداوش مزيان وكيبداو زعما تكون مزيانه. واش هذا بوان بوزيتيف ولا نيجاتيف في المنتخب؟ لا انا بان لي بوزيتيف، علاش نيجاتيف؟ بان لي بوزيتيف. اي فريق في الاول كيدخل بحال هكا محتاط من الخصم ديالو، ولكن دائما هذه مقوله معروفه، الشوط الاول ديال اللاعبين والشوط الثاني كيكون ديال المدربين. انا بالنسبه للسي محمد وهبي نجح مع المنتخب الوطني لانه شفناه في الشوط الثاني كيكون ممتاز على الشوط الاول. غادي نكتب لك واحد الدواء اللي غادي تاخذه كيف ما خديتيه في الحصه اللي فاتت، وان شاء الله غادي دير به وغادي تشوف الدماغ ديالك مزيان، وغتشوف المنتخب الوطني ديالك اللي كتحب انت حتى هو غادي يكون مزيان ان شاء الله. غتبقى تتفرج في المنتخب الوطني 90 دقيقه وما تقولش بروميير ميطا ودوزيام ميطا، وكل ميطا تلخصها بوحدها. ومن هنايا عاوتاني جوج الاسابيع رجع عندي. مرحبا بك كوتش. بغيت نسولك، تفضل. بالنسبه للعابه اللي كانوا في هذا الغاسومبلومون هذا، واش هما اللي غيكونوا في كوب دي موند؟ ممكن. دابا شفنا قنعوك انت كوتش؟ وبطبيعه الحال انا بطبيعه الحال بان لي ممتازين. انت ما قنعوكش؟ وانا كنسولك، انا جيت عندك انا بانوا لي ممتازين بخير وعلى خير. كل شيء هو هذاك. راه لعبنا مع جوج المنتخبات اللي عملاقه وظهرنا بمستوى جيد ان شاء الله. غير خاص شويه الانسجام، شويه الكومينيكاسيون مع بعضياتهم، يزيدوا يعرفوا بعضياتهم ان شاء الله، ما يكون الا الخير. ولكن ضرني راس واحد الحاجه اللي هو نيف اكرت اني غيرجع. وي. شنو الاداء ديال جوب ديال الحال وديال شادي رياض؟ واش نيف اكرد ولا غيضرب على بلاصتو؟ لانه جوب كنضرب انه ضمن الرسميه ديالو. بطبيعه الحال دابا غيبقى الاختيار عند السي محمد وهبي، هو الاول والاخير اللي كيختار واش غادي يكون نايف اكرد جاهز للكوب دي موند ولا ما غاديش يكون. كيف شفنا الاختيارات ديال السي وهبي وعطاو الاكل ديالها لحد الساعه، عاطي الاكل ديالها. نتمناو لهم حظ موفق ان شاء الله، ونتمناو للوهبي حتى هو حظ موفق. وحنا راه مع المنتخب الوطني. كيف ما انت كيضرك راسك على المنتخب الوطني، حتى انا راه واخا الطبيب ديالك راه كيضرني راسي، وتا انا غادي ناخذ نفس الدواء اللي غتاخذ نتايا ان شاء الله. الله يكرمك يا دكتور، شكرا بزاف. بارك الله عليك. بارك الله فيك يا دكتور.